نسارع للتوبة، بنجري، بعمل محدث طاعة على طول وأقلع. ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صباح الخير يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده باذن الله هنتكلم عن نقطه كده بتواجهنا كلنا اصلا. النقطه دي مهمه جدا. لما انا بحثت كتير ودورت كتير هو ان بعض الحاجات عندنا لازم نظبطها عشان نحاول نكسب اكبر قدر من المعرفه او اكبر قدر من المذاكره او اكبر قدر من الاستفاده. هو الفكره دي يعني في حديث للرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني اللي مضيعنا اصلا في كل ده، متخيل ايه؟ الصحه والفراغ. انت مش عارف تستخدم الصحه صح، او الفراغ اللي عندك ده انت مش عارف تستخدمه. هتقولي مش فاهم، هقول لك ماشي. انت شخص عندك صحه وعندك وقت كبير فاضي، بس انت ما عندكش حاجه اصلا ان انت تنجزها. فانا لو انا عندي كل ده، عندي وقت وعندي صحه وعندي كل حاجه، بس انا ما عنديش اصلا مهام ان انا اعملها او حاجات ان انا اتشغل بيها، مش هعمل حاجه. هتعمل ايه؟ فانت فاهمني. اول حاجه يكون عندك حاجه انت بتسعى عليها، يعني يكون عندك هدف انت بتسعى ان انت تحققه. تاني حاجه انك تحاول تقسم الاجزاء بتاع يومك، يعني يومك يبقى ماشي متقسم. يعني 7 ايام. يعني مثلا بص، عندك حاجه زي كده. يعني عندك حاجه زي كده اللي هو عندك مثلا 4 هنا، 4 ايام، ومثلا 4 ايام او 3 ايام هنا. فانت عندك الاسبوع كله، يعني الاسبوع كله موجود عندك هنا. مش انك تكتب مهام اسبوع كامل، انت يعتبر ده. فانت عندك ان انت هتكتب بس مهمه يوم واحد، ان انت التاسكات اللي عندك في اليوم هتكتبها، وهي جنبها اصلا علامه المربع الفاضي ده ان انت تعمل عليها علامه صح مثلا لما تخلص. فبتلاقي يعني انت بتلاقي ان ده بيفرق معاك جدا في ان انت مش بتضيع وقتك ان انت اصلا تقعد تكتب لسه الحاجات، تقعد تكتب لسه انت هتعمل ايه. زائد ان حاجه مهمه جدا ان انت عليك تاسكات بكره، انت بالليل يعني اليوم اللي قبله بالليل جهز التاسكات اللي انت هتعملها. فانت ده هيعمل ايه معاك؟ انت تصحى الصبح صلاه الفجر، يعني لو ربنا اعانك، والاذكار والورد، بعدين هتخش على تاسكاتك على طول، تعمل كوبايه القهوه وهتخش على تاسكاتك. فده هيفرق معاك جدا، بدل ما انت يعني اقل حاجه ان انت تدور بس على الحاجات اللي عليك تعملها، انت هتاخد وقت كبير جدا. اول لما تدور على الحاجات دي انت هتكون اصلا فصلت، فانت خلاص هتكنسل، ممكن تعمل حاجه ولا اتنين وتسيب الباقي. زائد ان انت حاول ما بين كل تاسك وتاسك ان انت مثلا تقوم تشرب حاجه، تقوم مثلا تعمل تمرين. بس اهم حاجه ما تروحش ناحيه التليفون. ولو بتروح ناحيه التليفون، يعني انت لازم تروح ناحيه التليفون، حدد لنفسك مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. انا هحاول انجز مثلا في الدقيقه الثامنه ولا حاجه اقفل، يعني انا اقفل من الدقيقه الثامنه مثلا، بحيث ان انا اكون رجعت نشاطي تاني، بعيد تشتتي راح من الموبايل اصلا. هتلاقي نفسك ان انت خلاص انت ظبطت الدنيا معاك. ولو انت تصحى بعد الفجر تقسم يومك، مثلا تيجي الظهر مثلا، او يعني تصلي الظهر وتنام لك مثلا قيلوله مثلا نص ساعه او ساعه، وتصحى تاني. انت حرفيا انت عندك من الفجر لحد الظهر ده يوم، ومن الظهر لحد مثلا العشاء ده يوم تاني. واحد هيقول لي انت، طب انا اصلا مش عارف اصحى الفجر. اقول لك انت بتسهر يا عم، ماشي. اول حاجه عشان ان انت تعرف تصحى الفجر ده، يعني انت خليك في يوم روح جاي مثلا، سواء بقى انت سهران ما سهرتش ماشي، انت سهرت مثلا لحد مثلا الساعه مثلا 5 6، صلي الفجر وتنيك كمل لحد الظهر. هتقول لي يعني هيبقى صعب، لازم هيبقى صعب، بس اما تكمل لحد الظهر نام لك مثلا ساعه وبعدين اصحى تاني، استحمل لحد العشاء. هتلاقي نفسك تاني يوم، يعني تاني يوم مثلا انت استحملت مثلا لحد العشاء الساعه 10 مثلا ونام، تاني يوم انت
الفجر ده او مثلا الساعه 5 كده هتصحى لوحدك، يعني الميعاد ده انت هتصحى لوحدك من غير اصلا منبهات، من غير اي حاجه، لان انت خلاص انت هيبقى جسمك اتاقلم ان انت تصحى في الوقت ده، تلاقي نفسك صاحي لوحدك لان انت اصلا نايم بدري. مليون في المية انت تبقى مش قادر، يعني انت الساعه 10 دي او 11 او 10 ونص انت مش قادر، عمرك ما هتعرف تكمل، فانت هتلاقي نفسك نمت. فاما تنام انت قدامك يجي 5 6 ساعات، فانت اما تنامهم اصلا هتلاقي نفسك صاحي لوحدك. فانت حاول تجرب العمليه دي وتشوف يعني هي تنفع معاك ولا لا، بس جرب، يعني انت لما تجرب مش هتخسر حاجه. انت جرب يوم مثلا لو انت مش عارف تجبر نفسك، انت زي ما انت بتسهر، لا جرب يوم مثلا شوف انا هعمل ايه في اليوم ده، فجرب شوف انت هتصحى امتى وكده. لما تلاقي اليوم ده مثلا ظبط معاك هتلاقي نفسك الايام بدات تظبط معاك. هتيجي في يوم مثلا هتقطع، ده طبيعي، ده طبيعي بيحصل لنا كلنا مش لواحد بس، ده طبيعي ان هو يحصل لك. فانا عايزك تقتنع بالحته دي ان هو طبيعي ان يحصل لك، ان انت في يوم او يومين كده ممكن اسبوعين مثلا تلاقي نفسك قطعت يوم ولا يومين عادي، ده شيء عادي يعني غصب عنك خلاص. فانت هتلاقي نفسك انت صحيت بدري. قيام بدري بقى ده بدايه اصلا ان انت هيبقى قدامك وقت كبير جدا. الوقت بتاع الصبح يعني علميا انت لما بتصحى بعد الفجر بيبقى عندك هرمون انا مش فاكر اسمه يعني، بس هكتب لك اسمه على الشاشه. الهرمون ده بيبقى اقصى حاجه ليه لما انت بتصحى بعد الفجر. الهرمون ده مسؤول عن ان هو بيخليك مركز جدا جدا. فانت لما بتصحى بعد الفجر انت الهرمون ده بيبقى اقصى قيمه ليه، بتلاقي نفسك انت فاهم كل حاجه، بتلاقي نفسك الحاجه مهما كانت صعبه انت فاهمها، انت مش عارف ده منين. فبتلاقي ربنا كده، يعني ربنا موفق، يعني ده توفيق من ربنا. طول ما انت ماشي لحد المغرب او لحد العشاء الهرمون ده بيتنيه يقل 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 لحد ما بيوصل صفر. لذلك انت الطاقه بتاعتك بتيجي مرحله وبتلاقي نفسك فصلت. فانت بتفصل ليه؟ لان اصلا الهرمون ده خلاص نزل عندك خالص، يعني الهرمون ده خلاص نزل عندك خالص. فانت لما بتلاقي نفسك الهرمون ده فانت مش تقدر تنجز حاجه. فانت اعمل اي حاجه بقى، لو هتعمل اي حاجه تانية غير ان انت حاجه فيها تركيز، لان حاجه فيها تركيز انت مش هتعرف تركز خالص. فهتلاقي نفسك كده انت اليوم بتاعك لما تنجز مثلا من الفجر لحد المغرب ونمت لك مثلا في نص اليوم مثلا ساعه ولا نص ساعه، هتلاقي ان انت انجزت، هتنجز حاجات كتير قوي. يعني في كورسات كنت مأجلها هتنجزها، في حاجات كتير كنت عايز تتعلمها هتنجزها، في كتب كتير كنت عايز تقراها هتقراها، في حاجات كتير انت حرفيا كنت حاططها وقايل هعملها ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك بدأت تعملها عادي. تشوف الطريقة ديت وتصحى الفجر عشان ده يفرق معاك جدا. والفكرة دي حقيقي فكرة مهمة جدا جدا وكنت عايز يعني أكد عليها. فبس كده، أنا دلوقتي بالليل، يعني أنا جيت من الكلية نمت شوية وصحيت، فأنا عندي مثلا شوية مونتاج، فأنا هحاول أنجز اللي أقدر عليه وبس كده. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تعرف بس الشيطان احيانا بيرضى منك بخطوات تبدو طاعات. هيقول للاخت تواصلي مع الاخ دي دعوه وفكريه بالله وانت تواصل معاها، يعني برضه ذكروا بعض بالجنه وصحوا بعض الفجر. الشكل العام في الاول مفيش حاجه، تعاونوا في جمعيه خيريه، اعملوا خير مع بعض وده خير بنعمله، كونوا في مكان واحد وقربوا من بعض، مفيش مانع نهزر شويه، مفيش مانع، احنا بنتعاون، دي جمعيه خيريه. قال له قرب بس الاكل من الباب بدل ما الست تطلع، ما توصلها البيت بدل ما تروح لوحدها. نفس الكلام، كل كلمه بقولها هتفتكري حاجات كانت بتحصل، بل للاسف احيانا بتحصل ممن يبدو عليهم الصلاح ويبدو عليهم التزام، وده اللي بنخدع فيه احيانا. بالعكس ممكن يحصل ممن تبدو عليه الصلاح خطوات شيطانيه، فانتبه. العبره ليست بالظاهر، العبره بالافعال. اي فعل نشعر ان هو خطوه من خطوات الشيطان نقفش ونقفل قوي، مهما كان الشخص، مهما كان يبدو هناك امان في البدايه. الشيطان بيخدع الجميع دلوقتي، وحتى الشخص نفسه هو مش عارف ان هو بيخدعك دلوقتي، هو برضه هو نفسه مش هيفهم الا لما يتورط. ولما انتوا الاثنين تتورطوا هتعرفوا ساعتها ان انتوا الاثنين كنتوا بتتخدعوا. قال له حط الاكل عند باب بيتها، ده عمل صالح، بس دي كانت البدايه، هو ما فهمش كده. بعد كده
قال له يا اخي ده انت ما بتكلمهاش ولا بتسلم عليها. طب ما هي تاخد الاكل وانت من بره كده سلم عليها، اسال عليها من بره الباب، توانس وحشتها شويه. فبدا من بره الباب يسال عليها ويكلمها وعامله ايه واخبارك ايه والكلام ده. زي برضه ما بيحصل كده، كل كلمه بقولها انت وانت ترجمها حاجات حصلت معاك بالفعل، لغايه ما وصلنا لعلاقه محرمه. يعني مش قصدي انتم يعني، تمام، الناس وصلت، تمام، لغايه ما وصلنا احنا اتورطنا في حاجات مش كويسه. الموضوع بدأ بحاجة شبه كده. طب ما نسأل على بعض، طب مفيش مانع ان نبعته حاجات كده، تمام، نخش على الخاص نطمن. خلي بالك. بعد كده قال له يعني انت واقف بره، لا هي شايفاك ولا انت شايفها، ما تخش البيت اقعد معاها سليها ونسها، بدل ما هي مش شايفاك يعني، يبقى حتى راجل يحميها. طبعا ايه، فهمنا احنا دلوقتي. دخل وكلمها وكل معاها وانس بيها، وحصل المحظور والموضوع اتطور، وبعد كده اتفتن بيها ووقع عليها وزنى بيها كمان. والزنا ده كمان حملت وانجبت، حملت قصدي في حملت، فلما حملت خاف ان اخواتها يرجعوا ويعرفوا المصيبه، فراح قتلها ودفن. كان عابد في صومعه، وكم من عابد في صومعه نزل من صومعته وضاع بسبب هذه الخطوات اللي بدأت بس ايه، ما تسأل عليها، ما تاخد رقمها، ده عمل خيري. وكم من أخت في صومعة، وكم من أخت في صومعة كانت عابدة، كانت طالبة علم، كانت يعني ما اللهم بارك لبسها شرعي، كانت لا تكلم رجل، وما زال الشيطان بيها وتلاعب بيها لغاية دلوقتي متورطة في حاجة ما كانش تتخيل في يوم من الأيام إن مثلها يعمل كده. لكنها الخطوات